مرحبا، كيفكن؟ قصتنا اليوم عن صبية بيطلع لها جن على هيئة إنس لحتى يخليها تكتشف شي فظيع. بتبلش قصتنا صبية صغيرة عم تدور على شغل، خلصت دراستها وعم تبحث عن فرصة عمل، فبتدور شهر واثنين وثلاثة وبتتعب وما بتلاقي فرصة عمل، لحتى بالأخير بتجيها فرصة عمل شوي مو مرغوبة من الشباب أو مو مرغوبة من العمال، يعني الناس على طول بتقدم على هالوظيفة، بتجربها بعدين فجأة بتترك. هاي البنت بحثت انه ليش الناس ما كتير راغبة بهالوظيفة بهالمكان بالتحديد، فبتكتشف انه هالوظيفة هي بمطعم وجبات سريعة، بس هالمطعم صاير بمنطقة معزولة شوي عن السكن، صاير بجانب كازية على طريق سريع، تمام؟ فالناس عم تروح تشتغل فترة، بعد هالفترة تقول نحنا عم يصير معنا شغلات غريبة غير مفهومة وغير منطقية، مثل انه مثلا يتسكر باب فجأة، يوقع صحون، تطلع اصوات غريبة، ما عم يحسنوا يكملوا وعم يتركوا. هاي البنت بتضحك وبتتمسخر، بتقول هاي الشغلات يعني ما معقول هدول الناس مثلا عم تهيأ لهم كذا، لانه هي البنت ما بتآمن بهالقصص، فبتقرر انه تعيش هالتجربة وتقدم على فرصة العمل هاي. وفعلا بتتوظف بهالمطعم، واول فترة ما بيصير معها اي شيء والحياة بتكون رواق تمام. بعد فترة قصيرة من شغلة بهالمطعم بتصير لما بيكون مناوبتها مسائية، لما بيفضل المطعم بالليل وقبل تسكيره تقريبا بساعة، فعلا بتصير تسمع شغلات غريبة، أصوات، وباب بتسكر، صحون بتوقع، مدري شو. بالاول فكرت انه عم يتهيأ لها وحاولت تكمل. بعد يوم 2-3 من هالاصوات اللي عم تطلع بتصير تحس انه حدا عم يراقبها، تحاول هيك تشوف شو عم يصير، ما بتكتشف شيء. بعدين بتسمع صوت قوي كتير وبعيد من الكازية اللي حد المطعم، فالبنت بتطلع لتشوف شو في. شخص مجهول بتشوفه، طلع عليها هيك مو مبين وجهه، حاطط شمسية على وجهه، مغطي وجهه، بتحاول تحكي معه بعدين بيختفى. بترجع على المطعم، بتحاول تهدى شوي وبتقول لحالها يمكن انا كان عم تهيأ لي، يمكن انا تأثرت من حكي العالم، وبترجع على بيتها وبتحاول تنسى اللي صار. تاني يوم بتروح على دوامها المسائي مثل العادة، لحد ما يصير قبل اغلاق المطعم بساعة بخف الشغل من المطعم، بتختفى الناس من المطعم لانه صار الوقت متأخر وما بيضل حدا بالمكان. وإذ بتسمع نفس الصوت من الكازية، بترتعب كتير وبتطلع لتشوف شو هذا الصوت. بتقرب من الكازية وإذ بيطلع لها نفس الشخص كأنه امرأة وماسكة شمسية مغطية وجهها. بهالمرة الشخص اللي شافته ما بيختفى، بيفتل ظهره من اتجاهها للبنت وبيحاول يمشي، فهي من غباء البنت طبعا تلحق هذا الشخص لحتى يوصلوا لمكان خلف الكازية مهجور تماما. بيوصل هذا الشخص لحد هالمكان وبيأشر لها عليه هيك، وهي طبعا بتكون وراه، تطلع هيك هي من الصدمة والرعب بيغمى عليها البنت. تاني يوم بيجوا الناس وبيكتشفوا انه في بنت هون واقعة على الارض ومغمى عليها، فبياخدوها وبيرجعوها على المطعم اللي هي بتشتغل فيه، انه حدا بيعرفها لهالبنت مدري شو كذا. واذا هنيك رفقاتها اللي بيشتغلوا معها بالمطعم بيتعرفوا عليها وبيقولون ايه هي بتشتغل معنا، امبارح كانت مداومتها، اهلها عم يسالوا عنها مدري شو. بيصحوا للبنت وبيهدوها وبيجوا اهلها والناس بتجتمع حواليها، فبتشرح لهم اللي صار معها، انه انا صار معي 1-2-3. فاصدقائها اللي بيشتغلوا معها بالمناوبات الصباحيه فقط، مو بالمساء، لانه طبعا ما حدا رضي يشتغل المساء بالمطعم، بيشرحوا لها انه هاي القصة الكازية قصة قديمة كتير عن شخص هو ومرته كانوا يديروا هاي الكازية، وبعدين مرته لهذا الشخص اختفت، والشرطة حاولت تدور عليها بس ما لقت لها اي اثر
وجوزها ضل كمل بشغله لمدة معينة، بعدين الزوج كمان اختفى. فهذا المكان مهجور وما حدا بيقرب منه، لأنه بيقولوا أنه قفل كازية هو آخر مكان تواجدت فيه مرته للشخص اللي كان يدير هاي الكازية. هون البنت قررت انها تروح لعند الشرطة وتخبرهم كل شي صار معها، والشرطة بدورهم اجوا ونكشوا هذا المكان المهجور، وإذ بيكتشفوا جثة الزوجة تبع الشخص اللي كان يدير الكازية من زمان موجودة هون. فالشرطة بتكتشف انه زوجها لهي المرة قتلها وخبى جثتها هنيك لحتى يسرق لها ورثها العائلي. فبعد ما انتهت القصة المطعم كله رجع وضعه كتير تمام بالليل. البنت انبسطت كتير، بس بنفس الوقت فكرت جواتها تفكير عميق انه هل الشخص اللي طلع لي هو شخص حقيقي واقعي بيعرف بقصة هي المرة وحاول يدلني على الحقيقة لحتى اكشف هالقصة، ام هو شبح لهي المرأة وسحبني لحتى يدلني لحتى ترتاح روحها لهي المرأة. انتو شو رأيكم؟ هل الشخص اللي طلع له شخص حقيقي ام مجرد روح؟ اكتبوا لي تحت بالكومنتات. اذا حبيتوا الفيديو لا تنسوا تحطوا لي لايك عليه، تشتركوا بالقناه وتفعلوا جرس التنبيهات عشان تصلكم كل الاشعارات من قناتي. بحبكم كتير وبشوفكم ان شاء الله بالفيديو الجاي. باي.